هنعمل النهاردة شاورما مصري بالطريقة المصرية بتاعتنا العادية. معانا هنا معلقة توم مفروم، هنحط التوابل بتاعتنا. معانا هنا كزبرة ناشفة، معانا هنا بابريكا، معانا هنا جنزبيل، معانا هنا بصل بودرة. هنحط الحاجات دي على بعضها هنقلبها. معانا هنا نص علبة زبادي، نص علبة زبادي. نقلب المقادير مع بعضها. معانا هنا معلقة كبيرة من الطحينة هننزلها. معانا هنا برضو 3 معالق كبار من الخل. هنقلب. وحاطه برضو بابريكا مدخنة في التوابل. مع اللحمة طبعا بتاعت الشاورما لحمة تكون بتستوي بسرعة، حتة من قطعية البفتيك، الفليتو اللي هي قطعيات اللحمة اللي ما بتاخدش سوا، مقطعاها طبعا شرايح كده اهي. هنقلب المقادير. وهنتبل بالملح. وهنركنها على جنب، يعني ندخلها التلاجة من قبلها بيوم، ندخلها قبلها بساعة، قبلها بنص ساعة. كل ما بتقعد في الصوص التتبيلة بتبقى أفضل يعني. وبعد ما هنتبلها هنيجي بقى نشوفها في السوا. بعد ما حطينا الشاورما وتبلناها ساعة في التلاجة، علشان انا كنت مستعجلة عليها، لو قبلها بيوم بيكون افضل يعني، بس عادي برضو لو ساعة او نص ساعة مش مشكلة. بننزل بيها كده في طاسة فيها شوية زيت سخنين. هنا كده معانا فلفل حامي متقطع سبايسي، وفلفل رومي، وبصل. هننزل بالبصل بعد ما الشاورما خلاص اتشربت المية بتاعتها. بننزل بالبصل بتاعنا كده. ما بتاخدش وقت، بتخلص في 10 دقايق وسهلة. ما بحبش الخضار يبقى دبلان قوي فيها، بحب الخضار يبقى حي شوية. فبقلب تقليبتين كده على السريع وانزل بالباقي. الفلفل، اضافة صغيرة بحط لها معلقة مستردة. مفيش عادي كده. طماطمايه متقطعة ومتقشرة بننزل بيها. اخر حاجة بنحطها بقدونس متقطع. كده خلاص الشاورما بتاعتنا خلصت. وهنا عندي بصلايه حمراء انا مقطعاها ودعكاها بسماق، بحطها اخر حاجه خالص كده. بس كده وبنطفي النار ونغطيها ونبتدي نعمل السندوتشات بتاعتنا بقى.
هنا خلاص الشاورما خلصت، ومعانا هنا سلطة طحينة، ومعانا خيار مخلل. هنبتدي بقى نعمل الساندوتش بتاعنا كده. نحط طحينة، نغرق كده الرغيف كده، ونحط خيار مخلل كده، نحط الشاورما. الريحة طالعة جميلة كده. نحط برضو طحينة تاني هنا كده، وبالهنا والشفا. صحتين على قلوبكم. البصل والسماق مديلها طعم جميل قوي يا جماعة. نعمل واحد كمان اهو كده. الخيار مش راضي يطلع في الشوكة كده. ريحتها تجنن تجنن، والبصل والسماق مديلها طعم جميل، مديلها طعم مزازة حلوة قوي. بس كده الساندوتش بتاعنا كده، وبالهنا والشفا.